العالم اللي اكتشف الخاصيه دي كان صاحبي. قال لي بص يا دكتور. قلت له ايوه يا سيدي. قال لي لعلك تعلم ان احنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي الميه بتنتقل في الاوعيه الخشبيه. فاحنا دلوقتي هنرسم وعاء خشبي، صح؟ قال لي ولعلك تعلم ان الوعاء الخشبي الجدار بتاعه بيبقى بيتكون من السليلوز ومرصب عليه الجنين اهو. ده كده السليلوز اللي هو اصلا الجدار، وده الجنين اللي احنا نصبناه. ده السليلوز وده الجنين. قلت له صح. وقال لي ولعلك تعلم يا دكتور برضو ان الجنين والسليلوز هي مواد غرويه. قلت له يعني ايه مواد غرويه؟ قال لي يعني مواد محبه للميه. قلت له يعني ايه محبه للميه؟ قال لي يعني هتمتص الميه، او يعني من الاخر هتتشرب الميه، هتشفط الميه، هتتشرب الايه؟ الميه. قلت له عايز تقول ايه من الاخر؟ قال لي يا دكتور يعني احنا لما نيجي ننقل الميه في الوعاء الخشبي، الجدار ده هيبدا ان هو ايه؟ يطلع الميه. ليه؟ لانه اصلا الجدار ده بيتكون من السليلوز والجنين، فالسليلوز والجنين هيتشربوا الميه فيبداوا ان هم يطلعوها لفوق. السليلوز والجنين هيتشربوا الميه فيبداوا ان هم يطلعوها لفوق لحد ما الميه توصل ايه؟ للاوراق. قلت له صح. انت كلامك صح، انا مقتنع بيه ان فعلا السليلوز والجنين هيتشربوا الميه، هيمتصوا الميه لغايه ما يطلعوها للاوراق. بس يا حبيب قلبي، هل الميه دي بتنتقل خلال الجدار؟ يعني بتنتقل خلال الجدران بس، ولا بتصير خلال التجاويف؟ يعني الميه دي هتسير بس خلال الجدار بتاع الوعاء، ولا هتسير من التجاويف؟ لا يا دكتور هتسير من التجاويف. فانت فسرت لي الميه اللي بتمشي على الجدار، لكن الاكتر بقى اللي هي الميه اللي بتمشي على التجاويف بتطلع ازاي؟ ده سؤالي. فيا دكتور خصوصا نظريه خاصيه التشرب انها بينت لي جزء بسيط جدا من الميه اللي هو الجزء اللي بيمشي جنب الجدار. طب يا دكتور الجزء اللي بيمشي بقى من التجويف اللي هي الحته دي هيطلع ازاي؟ ما هو هنا مفيش تشرب، هنا مفيش لجنوس لايلوز، هيطلع ازاي؟ فكان ده سؤالنا، وكان ده قصور نظريه او قصريه او خاصيه التشرب. انها لها اثر مهم جدا في صعود العصاره، اللي هي بنتكلم عن العصاره اللي هي طالعه على الجدران اللي هي جنب الجدار. لكن يا دكتور العصاره اللي بتسير في التجاويف هو مش عارف ايه يبينها لي، فكان دي مشكله خاصيه التشرب.